لك معلومه بقى ثانيه برضه، ده موجهه للناس في اتحاد الكوره والمسؤول في اتحاد الكوره. اي واحد مراقب حكم رابع طاقم تحكيم مش هيحترم نفسه مع جهاز نادي الزمالك، العاقبه مش هتبقى كويسه مني انا شخصيا. تمام؟ لما يجي لنا واحد ملوش لازمه، مراقب ملوش لازمه، ما تعرفش شغال ايه باي حاجه، عارف عمليه ايه، نظام ايه، ده مين وده مع مين، وشغال في موظف في حته واجيبه اجامله عشان اطلع له 200 جنيه ولا اطلع له مراقب بتاعه ويكون شغال موظف في اي حته. ايوه، هو ايه الاحتكاك؟ مش هسمح لاي مراقب ولا حكم رابع يتعامل بعدم احترام ويتطاول على الجهاز بعد كده. انا بعد كده انا عن نفسي بص اقول لكم حاجه، بالنسبه لي انا مش موضوع وقت بقى ولا موضوع، انا خدت وقت خمس سنين بفعل الناس الموجوده في اتحاد الكوره دي. تمام؟ مش فارقه معايا، انا موجود في الفرقه، وحتى مش عايز ابقى موجود في الملعب، انما هبقى مسمار لحد ما انظف الكوره في مصر. انظف الكوره في مصر من كل حاجه. يعني ممكن ايه اللي يحصل؟ يعني انت حضرتك بتقول مش هسكت، يعني ممكن ايه اللي يحصل لو انا مش هسكت؟ لو المراقب والحكم الرابع بعد كده لازم يتعاملوا باحترام مع جهاز نادي الزمالك، عشان مش هيحصل كويس. يعني ممكن تقوم خناقه، تاريخ حياته لسه ما اعرفش، اول مره اخش الاستاد ولا مرتين، واول مره اشوف، مش مصدق اني شايف نادي الزمالك يتعامل بقله احترام مع الجهاز كله. مش هسكت، ويجي هو اللي ياخد قرار ويطردني بره، والحكم يصدق عليه، والحكم قال لي لو سمحت تمثل، ورحت ده حاطط وانا مغلوب، رحت طالع جدا وسكت. انما مش هيوصل. بص يا محمد، مش هتحصل بعد كده السكوت على الناس دي. دلوقتي عرفنا الدنيا بتدار ازاي.